كل واحد فينا جواه وجع في قلبه أيا كان نوع الوجع، وده علشان مفيش إنسان بيعيش من غير وجع أو ألم. كذاب اللي يقول غير كده، هي دي الدنيا. تعرف الشخص اللي قلبه موجوع ده أكتر واحد ربنا حاسس بيه. صدقني. هتقولي ما حصلش، ربنا لو كان حاسس بالألم اللي جوه قلبي كان خففه عني، ما كانش سمح بيه أصلا. اسمعني كويس، مهما كان الوجع اللي جوه قلبك ربنا قادر يداوي قلبك. ربنا بيعتبرك ابنه، هو أبوك، من حبه ليك عايزك تقرب له، عايز يسمع صوتك. هو قال لنا آية صريحة في كتابه: من أحب ربه ابتلاه. عايز ايه أعظم من كده؟ يا بختك، بجد يا بختك. ربنا عايزك تكون جنبه. أنا بعرف إن في ناس كتير من كتر الوجع اللي جواها بتعجز عن الكلام، خصوصا لما بتتعرض لصدمات من أقرب حد ليها. في الوقت ده هتلاقي الشخص بيحس بالخذلان، وده أصعب إحساس ممكن البني آدم يحس بيه. الشخص ده من كتر إنه مش قادر يصدق اللي بيحصل بيسكت من الصدمة، لكن قلبه بينزف. أقولك على سر، تعرف إن أكتر شخص ربنا بيحس بيه هو اللي في قلبه وجع وألم وساكت؟ بجد. خلي بالك، السكوت هنا مش معناه إن الشخص ده ضعيف، لا بالعكس، الشخص ده قوي جدا، لأنه ببساطة قرر إنه يسكت ويسلم أمر ربنا. الشخص ده عارف ومتأكد جدا إن ربنا هيدافع عنه، رمى كل أحزانه وأوجاعه في إيد ربنا. يا بخته بجد، اختار الطريق الصح. علشان تقدر تعالج وجع قلبك خلي دايما قاعدة في حياتك: اوعى تشتكي للناس همومك وأحزانك. الناس هتسمعكوا بس، ممكن يحاسبوك ويعنفوك ويدولك حكم ومواعظ زي كأنهم ملايكة مش بيغلطوا. علشان كده مهما تعرضت من الصدمات ومهما تعرضت للخذلان من أقرب حد ليك، ولو الدنيا كلها اتجمعت عليك، ولو العالم كله وقف ضدك، اعرف إن ربنا حميك. اجري بسرعة لربنا، اتكلم معاه، اشكيله وابكيله. ربنا شايف دموع عينك وسامع أنين ووجع قلبك. يعني بدل ما تفكر بالأحزان وتعيش دور الضحية، ضحية الأحزان، فكر إن ربنا رحمته عليك واسعة. ربنا بيكبر بخاطرك رغم الألم والوجع اللي جواك. هو عارف كويس إيه الحاجة المناسبة ليك وإيه الحاجة اللي هتضرك. ربك رب قلوب، هو عايزك تقرب منه بقلبك، مش عايزك تقرب منه بلسانك، وهي دي الخلاصة.